السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلبة أولى إعدادي في كل محافظات مصر، طلابي وأصحابي وإخواتي، الولا أخويا والبنت أختي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبألف سلامة وبألف سعادة. النهاردة بإذن الله تاني حصة لينا مع بعض، هناخد الدرس التاني في الجغرافيا بعنوان مظاهر سطح قارة إفريقيا. كلام جميل. طبعا الواجب بتاع الحصة اللي فاتت اتعلم لك على المنصة، والامتحان بتاعك اتعلم لك، وكله زي الفل. وزي لو انت ما تعرفش فاحنا بنشتغل على اليوتيوب بننزل حصص، لكن شغلنا الاساسي بيكون على المنصه وباشتراك، لان المنصه هي اللي بيكون فيها الحصص وبيكون فيها الواجبات وفيها الامتحانات وفيها المتابعه وفيها المذكرات وفيها كل شيء. ولو مش مشترك معانا في المنصه هسيب لك لينك فيديو يعرفك ازاي تشترك معانا على المنصه وازاي تعمل ايميل وازاي تدفع وكل حاجه، هتلاقيني سايبه لك في اول كومنت. يلا بينا نبدا مع بعض الدرس الثاني بعنوان مظاهر سطح قاره افريقيا. طلبه المنصه افتح كده المذكره بتاعتنا ويلا بينا. في البدايه كده بيقول لحضرتك ايه هي مظاهر السطح اللي موجوده في قاره افريقيا؟ يعني ايه اللي بيحتوي عليه قاره افريقيا؟ قال لك اولا بتتنوع مظاهر السطح اللي في قاره افريقيا طبقا لما تعرضت لها من عوامل. في عوامل يا مستر هي اللي كونت مظاهر السطح، يعني كونت الجبال، كونت البحار، كونت الهضاب، كونت السهول. في حاجات هي اللي كونت الكلام ده كله. فالعوامل يا مستر متنوعه. عندنا حاجه اسمها عوامل باطنيه، يعني بتحدث في باطن الارض تحت الارض. خلاص كده؟ زي ايه بقى يا مستر؟ زي 3 حاجات. حاجه اسمها حركات التوائيه، حاجه اسمها حركات انكساريه، حاجه اسمها ثورات بركانيه. يبقى انا عندي حاجه اسمها عوامل باطنيه، ودي العوامل التي تحدث في باطن الارض. فلو سالتك في الامتحان ما المقصود بالعوامل الباطنيه هتقول لي هي العوامل التي تحدث في باطن الارض. زي ايه؟ 3 حاجات. ايه هما؟ حركات التوائية، حركات انكسارية، ثورات بركانية. اسمها ايه؟ حركات التوائية، حركات انكسارية، ثورات بركانية. تعال نعرف كل واحدة فيهم عبارة عن ايه وبتكون لي ايه. قال لك لو حصل التواء في باطن الارض، في تحت الارض، بيعبر عن ايه؟ قال لك هو عبارة عن حدوث ضغط على اجزاء من القشرة الارضية. القشرة الارضية تحت الارض بيحصل عليها ضغط. فالضغط ده لما بيحصل يا مستر الارتفاع بيكون حاجات والانخفاض بيكون حاجات تانية. زي ايه يا مستر؟ قال لك لما بيتكون بيعمل لي حاجه اسمها جبال، زي جبال اطلس. يبقى الحركات الالتوائيه بتكون لي الجبال، الحركات الالتوائيه بتكون لي الجبال. طب ايه هي الحركات الالتوائيه؟ هي حركات التوائيه عباره عن ضغط يصيب القشره الارضيه. الحركات الالتوائيه ضغط يصيب القشره الارضيه. قول ورايا: الحركات الالتوائيه ضغط يصيب القشره الارضيه. بيكون لي ايه؟ بيكون لي جبال. زي مين يا عم جبال؟ قال لك افريقيا عندها جبال التوائيه زي جبال اطلس. طب الحركات الانكساريه قال لك هي حركات اصابت الصخور الصلبه. طب ادت الى ايه؟ قال لك ادت الى ارتفاع بعضها، بيكون جبال زي جبال البحر الاحمر. طب لو انخفضت بيكون ايه؟ قال لك بيكون بحار زي البحر الاحمر. يبقى انا عندي حاجه تانية اسمها حركات انكساريه، هي حركات اصابت الصخور الصلبه. بترتفع بتعمل لي حاجه، ولو انخفضت تعمل لي حاجه تانية. لو ارتفعت تعمل لي جبال زي جبال البحر الاحمر، لو انخفضت تعمل لي بحار زي البحر الاحمر. قشطه كده؟ يبقى كده قاره افريقيا عندها جبلين، جبال اطلس وجبال البحر الاحمر. جبال اطلس دي من الجبال الالتوائيه، يبقى دي من الجبال الالتوائيه، لكن جبال البحر الاحمر من الجبال الانكساريه. خلاص كده؟ كلام جميل. يلا بينا. قال لك ثالث حاجه من الحركات الباطنيه اسمها الثورات البركانيه. دي ادت الى ظهور ايه يا مستر؟ لما بيحصل بركان وثورات بركانيه في القشره الارضيه بيكون لي ايه؟ قال لك بيكون لي الهضاب البركانيه والجبال. يبقى الثورات البركانيه بتكون لي حاجتين: جبال وهضاب بركانيه. تاني الثورات البركانيه بتكون لي حاجتين: الجبال والهضاب البركانيه. الجبال زي مين؟ زي جبل في افريقيا اسمه كليمنجارو. اسمه ايه؟ كليمنجارو. اسمه ايه؟ كليمنجارو. طب الهضاب البركانيه زي ايه؟ زي هضبه اسمها الحبشه. هضبه اسمها الحبشه. يبقى انا عندي يا مستر حاجه اسمها عوامل باطنيه، يعني حاجات بتحدث تحت الارض جوه القشره الارضيه في باطن الارض. زي ايه يا عم؟ 3 حاجات: حركات التوائيه، حركات انكساريه، ثورات بركانيه. كل واحده فيهم لما بتتعمل بتكون ايه؟ قال لك الحركات الالتوائيه بتكون لي جبال زي جبال اطلس، لكن الحركات الانكساريه ارتفاعها بيكون جبال زي البحر الاحمر وزي جبال البحر الاحمر، وانخفاضها بيكون بحار زي البحر الاحمر. يبقى انا عندي جبال اسمها جبال البحر الاحمر، وعندي بحر اسمه البحر الاحمر. جبال البحر الاحمر سميناها كده لان هي الجبال دي موجوده عند البحر الاحمر. قشطه كده؟ كلام جميل. عندنا حاجه اسمها ثورات بركانيه.
ايه نتيجه الثورات البركانيه لما بتحصل؟ بيعمل لي ايه؟ قال لك الثورات البركانيه بتعمل لك حاجتين، يا اما جبال يا اما هضاب بركانيه. جبال زي كليمنجارو، هضاب بركانيه زي هضبه الحبشه. دي كده العوامل الباطنيه اللي بتحدث جوه الارض في داخل الارض. طب عندي عوامل تانية؟ قال لك عندك عوامل خارجيه، يعني بتحدث فوق الارض من بره. زي ايه يا مستر؟ زي حاجتين، التعريه الهوائيه والتعريه المائيه. اسمهم ايه؟ التعريه الهوائيه والتعريه المائيه. يعني ايه يا مستر تعريه مائيه؟ يعني بتحدث بسبب الميه زي النهر او البحر، فبنسميها تعريه مائيه او تعريه نهريه او تعريه بحريه. دي عباره عن ايه يا مستر؟ قال لك الميه بتنحت في الصخر. الميه بتعمل ايه؟ تنحت في الصخر، تقعد تكسر فيه كده وتفتته. فطالما ده حصل يبقى دي كده اسمها تعريه مائيه. فيعني ايه تعريه مائيه؟ لما يجي لك في الامتحان يقول لك ما المقصود بالتعريه المائيه؟ تقول لي هو عباره عن نحت الميه للصخور ونقلها وارسابها. اسمها ايه؟ نحت الميه للصخور ونقلها وارسابها. لما بتحصل التعريه المائيه دي، لما الميه تقعد تنحت في الصخر، بيعمل ايه؟ قال لك بيعمل حاجتين، بيعمل يا اما سهول فيضيه يا اما سهول ساحليه. بيعمل ايه؟ يا اما سهول فيضيه يا اما سهول ساحليه. ايه الفرق بين السهل الفيضي والسهل الساحلي؟ السهل الفيضي يعني عند الانهار، موجود عند ايه؟ عند الانهار، فبيكون خصب وصالح للزراعه. لكن السهل الساحلي يعني عند بحر او محيط. يبقى لما تقول لي، لو تسمع حد كده ماشي في الشارع يقول لك ده سهل فيضي، تعرف ان هو موجود عند الانهار وصالح للزراعه. لو سمعته بيقول ان ده سهل ساحلي، يبقى ده موجود عند البحر او المحيطات. يبقى انا عندي حاجه اسمها عوامل خارجيه، يعني بتحدث خارج الارض من بره. زي حاجتين، تعريه هوائيه تعريه مائيه. تعريه هوائيه تعريه مائيه. المائيه، التعريه المائيه تعرفها ايه؟ نحت الميه للصخور. اسمها ايه؟ نحت الميه للصخور. بتكون لي حاجتين، يا اما سهول فيضيه يعني عند الانهار، يا اما سهول ساحليه يعني عند البحار والمحيطات. طب التعريه الهوائيه بتعمل ايه؟ قال لك التعريه الهوائيه هي عباره عن نحت الرياح للصخور. يبقى الثانيه مائيه، نحت الميه للصخور، لكن الهوائيه نحت الرياح او الهواء للصخور، وبرضه نقلها وارسابها. بيعمل ايه؟ بيعمل لك حاجه اسمها الكثبان الرمليه زي اللي موجوده كده في الصحراء الكبرى. يبقى انا عندي حاجه اسمها عوامل خارجيه. العوامل الخارجيه كم نوع؟ نوعين. كم نوع؟ نوعين، يا اما تعريه مائيه يا اما تعريه هوائيه. مائيه يبقى نحت الميه للصخور، يا اما سهول فيضيه عند الانهار، يا اما سهول ساحليه بحر محيطات. طيب التعريه الهوائيه نحت الرياح للصخور. بتعمل لي ايه؟ الكثبان الرمليه زي اللي موجوده فين؟ زي اللي موجوده في الصحراء الكبرى. قشطه كده؟ كلام جميل. تعالى كده اوريك شكل التعريه الهوائيه وشكل التعريه المائيه. يلا بينا نبدا بالتعريه الهوائيه. بص كده معايا، اتفقنا ان التعريه الهوائيه بتكون عباره عن ايه؟ نحت الرياح او الهواء للصخر. زي ما انت شايف كده الصخره من قدامك من تحت رفيعه خالص ومن فوق كبيره. طبعا هي كانت كلها حجم واحد، لكن ليه ابتدت ترفع من هنا وفوق كبيره؟ لان الرياح الهواء ابتدى يخبط فيها فابتدى ياكل منها، فبتبتدي تترفع من تحت تبقى رفيعه ومن فوق تبقى كبيره، لحد ما هيجي عليها وقت طبعا هتفضل تتاكل فالصخره كلها تقع. طبعا لو رحت قبل كده شرم الشيخ او الغردقه او سيوه هتشوف المنظر ده كتير جدا. فده كده نحت الرياح للصخر، فبنسميها تعريه هوائيه. تعال بقى نشوف صور للتعريه المائيه. احنا عرفنا ان التعريه المائيه يعني نحت الميه للصخر. زي ما انت شايف ادي صخره اهو، كل ده صخر، لكن الميه بص جواه، يبقى كده الميه نحتت الصخر. ده شكل من الاشكال. في اشكال تانية للتعريه المائيه برضه نفس الكلام. شايف انت شكل التعبان ده؟ دي كلها على بعض كانت صخره، لكن الميه فضلت تنحت فيها فعملت الشكل ده. في اشكال تانية للتعريه المائيه نفس الشكل ده برضه، ده صخر، الميه ابتدت تنحت جواه، ادي شايف اهو ميه هنا اهي، فابتدى يعمل تعريه مائيه. فالتعريه المائيه يعني صخر والميه نحتتها، هوائيه يعني رياح وينحت في الصخر. يبقى الاثنين بينحتوا في الصخر، هوائيه رياح بينحت في الصخر، مائيه ميه بتنحت في الصخر. قشطه كده؟ كلام جميل. يلا بينا نرجع تاني للدرس بتاعنا. بيقول لحضرتك عندنا حاجه اسمها الهضاب. احنا خلاص خلصنا من الجبال. الهضاب عندنا هضبه اسمها هضبه شمال افريقيا. هضبه شمال افريقيا دي موجوده فين؟ قال لك دي موجوده عند ساحل البحر المتوسط اللي موجود في الشمال. وكلمه شمال يعني ايه؟ يعني فوق. كلام جميل. لحد فين يا عم؟ قال لك هي بتبدا من البحر المتوسط في الشمال لحد وسط افريقيا في الجنوب. خلاص كده؟ وعندنا جبال اسمها جبال البحر الاحمر، دي موجوده في الشرق لحد المحيط الاطلنطي في الغرب. كل ده موقع هضبه اسمها هضبه شمال افريقيا. طب وصفها ايه؟ ايه شكلها؟ قال لك متميزه بالاتساع، حجمها كبير لكن قليله في الارتفاع. يبقى حجمها كبير لكن طولها قليل.
تمام. قال لك بتنحدر تدريجيا نحو الشمال لحد ما تقابل البحر المتوسط، لان البحر المتوسط هو اللي موجود فين؟ هو اللي موجود في الشمال. تعالى كده نشوف مكان على الخريطه هنا كده حبيب قلبي، هضبه اسمها هضبه شمال ايه؟ افريقيا. فلما يجيب لك خريطه افريقيا ويشاور لك هنا في الامتحان تقول لي دي هضبه شمال افريقيا، وكمان شويه هعرفك اماكن الجبال اللي احنا قلناها فوق. يبقى انا عندي هضبه اسمها هضبه شمال افريقيا، شكلها ايه يا عم؟ قال لك تتسع، كبيره في الاتساع لكن قليله في الارتفاع. تتسع كبيره، مساحتها كبيره لكن ارتفاعها قليل. طب اهم مظاهر السطح ايه؟ قال لك هناك في قاره افريقيا في جبل اسمه جبل العوينات، وده موجود على الحدود اللي بين مصر وبين ليبيا والسودان. هنا كده مكانه بالظبط، ده جبل اسمه جبل العوينات. كمان في منخفضات زي منخفض القطاره، كلمه منخفض يعني منطقه نازله كده لتحت. حتى على فكره لو راكب عربيه او اتوبيس وعديت من عليها هتحس بالمنخفض، هتحس ان انت بتنزل لتحت. فاحنا عندنا منخفضات زي منخفض القطاره اللي موجود في مصر، اللي هو حبيب قلبي بعد سيوه بشويه، اللي هو ده. خلاص كده. عندنا كمان واحات زي واحه اسمها واحه سيوه في مصر، وواحه اسمها الجوف في ليبيا. يبقى احنا عندنا ايه؟ عندنا جبل العوينات، منخفض القطاره، واحه سيوه في مصر، والجوف في ليبيا اسمها واحه سيوه في مصر والجوف في ليبيا. وكمان عندنا حاجه اسمها الصحراء الكبرى، ودي اكبر الصحاري اللي موجوده في العالم. ادي هنا كده حبيب قلبي، تعالى بقى اوريك مكانهم على الخريطه واحده واحده. بص كده معايا، بص كده معايا. نلغي ده كده، نكبر شويه. بص كده يا صاحبي، احنا اتفقنا ان احنا عندنا هضبه اسمها هضبه ايه؟ شمال افريقيا. هنا كده مكان هضبه شمال افريقيا اللي تتميز بالاتساع لكنها قليله في الارتفاع. عندنا منخفض اسمه منخفض القطاره، ده كده مكان منخفض القطاره. عندنا واحه اسمها واحه سيوه، هتلاقيها جنب منخفض القطاره على طول. عندنا واحه ثانيه اسمها واحه الجوف في ليبيا، هنا كده مكان واحه الجوف. عندنا جبل اسمه جبل العوينات، هنا كده جبل العوينات. قشطه كده؟ في اي مشكله؟ كلام جميل. وطبعا تحت هنا خالص الصحراء الايه؟ الكبرى، اللي هي من اكبر الصحراء اللي موجوده في العالم. كلام جميل. يلا بينا. بيقول لحضرتك في هضبه تانية في افريقيا اسمها هضبه الحبشه. هضبه الحبشه دي ليها اسم تاني بنسميها الهضبه الاثيوبيه. ليه يا عم؟ لان هي موجوده عند دوله اسمها دوله اثيوبيا. يبقى احنا عندنا هضبه اسمها شمال افريقيا وعندنا هضبه اسمها هضبه الحبشه. فين مكانها يا عم هضبه الحبشه دي؟ قال لك موجوده في شرق افريقيا. يعني ايه شرق؟ يعني على ايدك اليمين. فعلا اهو لو جبت خريطه افريقيا وبصيت على ايدك اليمين هتلاقي هضبه اسمها هضبه الايه؟ الحبشه. تعال نجيب كده خريطه افريقيا كلها من فوق. بص كده معايا. ادي هنا خريطه افريقيا، ادي شمال وادي جنوب وادي شرق، يعني ايدك اليمين. ادي فعلا اهو هضبه الحبشه هي موجوده في الشرق. في اي مشكله؟ كلام جميل. يبقى احنا عندنا ايه يا مستر؟ عندنا هضبه اسمها هضبه الحبشه. فين دي مكانها يا عم؟ موجوده في شرق افريقيا. موجوده فين؟ موجوده في شرق افريقيا. ودي اعلى هضبه موجوده في القاره. يبقى لما يسالك في الامتحان مين اعلى هضبه في قاره افريقيا هتقول لي هضبه الحبشه. قشطه كده؟ ماشي. يجي يسالك سؤال في الامتحان، ايه تاني تعرفوا عنها؟ قال لك اعرفوا عن هضبه الحبشه ان التربه بتاعتها خصبه، يعني صالحه للزراعه. لو جه سالك في الامتحان بقى بما تفسر تتميز هضبه الحبشه بخصوبه التربه؟ ليه خصبه؟ تقول لي بسبب الطفوح البركانيه، البراكين اللي بتطلع فيها بتخلي الارض خصبه، بتكون صالحه للزراعه. ماشي. فلما يجي في الامتحان يسالك ايه نتيجه ان الارض خصبه؟ في فرق بقى بين ليه الارض خصبه وايه نتيجه ان الارض خصبه. لو سالك بما تفسر يعني ليه هضبه الحبشه خصبه، تقول لي بسبب الطفوح البركانيه. طب ايه نتيجه ان هي خصبه؟ تقول لي اول حاجه طالما خصبه يبقى صالحه للزراعه، وهيكون في حضارات قديمه زي اللي موجوده في اثيوبيا، لان اتفقت معاك ان الحبشه دي موجوده فين؟ في دوله اثيوبيا. تمام. قال لك تعد هضبه الحبشه دي منبع موسمي لنهر النيل، منبع موسمي صيفي. انت عندك يا حبيب قلبي هضبتين في افريقيا، هضبه اسمها الحبشه وفي هضبه ثانيه اسمها البحيرات الاستوائيه هناخدها دلوقتي. الاثنين بينبع منهم روافد نهر النيل. تعال افهمك يعني روافد. النهر يا حبيب قلبي بيكون شكله كده، اللي بيطلع منه ده بنسميه روافد. فاحنا نهر النيل الميه بتجيلنا احنا في مصر بسبب الهضبه اللي اسمها الحبشه وبسبب الهضبه اللي اسمها البحيرات الاستوائيه. فهضبه الحبشه حبيب قلبي هو منبع موسمي صيفي لنهر النيل، يعني نهر النيل بيجي لنا مطر عندنا في مصر بسبب هضبه الحبشه دي. فلما يجي في الامتحان يسالك يقول لك بما تفسر، يعني ليه الحبشه منبع موسمي لنهر النيل؟ ليه الحبشه منبع موسمي لنهر النيل؟ تقول لي بسبب امطارها الصيفيه. بسبب ايه؟ امطارها الصيفيه. ركز معايا يا عساليه. طب ممكن يسألك سؤال تاني يقول لك اثبت ان هضبة الحبشة ليها فضل على
مصر. تقول لي فعلا يا مستر لان ينبع منها روافد نهر النيل. قشطه كده، كلام جميل. يبقى انا عندي هضبه اسمها هضبه الحبشه، دي مالها يا عم؟ دي على هضف في قاره افريقيا، تتميز بخصوبه التربه. ليه خصبه التربه عندها؟ بسبب التفوح البركانيه. طب ايه نتيجه ان الارض خصبه؟ وجود حرفه الزراعه، وجود حضارات في اثيوبيا. وما تنساش ان هي منبع موسمي صيفي لنهر النيل. ليه؟ بسبب امطارها الصيفيه. قشطه كده؟ ماشي. مستر انت بتقول لي تفوح بركانيه هي السبب في ان الارض او الهضبه اللي اسمها الحبشه بقت خصبه. بقت خصبه بسبب التفوح البركانيه. هو يعني ايه تفوح بركانيه؟ ما السؤال ده مهم. يجي يقول لك في الامتحان ما المقصود بالتفاح البركانيه؟ تقول لي التفاح البركانيه مقصود بها الصخور المنصهره، يعني المولعه اللي فيها بركان وفيها نار، اللي بتطلع من باطن الارض يعني من تحت الارض الى سطح الارض. يعني يا مستر صخر مولع في نار بيطلع من تحت الارض للارض من فوق، تمام، وبيساهم في تكوين التضاريس. ايوه يا مستر، ما انت اصلا قلت لي ان في حركات التوائيه وحركات انكساريه وثورات بركانيه، والثورات البركانيه دي بتكون لي الجبال، صح كده؟ كلام جميل. فبيقول لك ان التفوح البركانيه هي عباره عن صخور منصهره من باطن الارض، يعني صخر مولع بيطلع من باطن الارض، بيطلع لحد فين؟ لحد السطح من فوق. بيكون لي ايه؟ حاجتين، يا اما جبال يا اما هضاب، يا اما جبال يا اما هضاب. تعريف التفوح البركانيه مهم جدا جدا. عندنا هضبه ثالثه اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه. مالها يا عم؟ قال لك دي موجوده في وسط القاره. يعني يا مستر لو رحت في الخريطه في نص القاره هلاقي هضبه اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه وموجود بها خط الاستواء. ماشي. وصفها ايه يا مستر الهضبه دي؟ قال لك دي موجوده وبتنحدر من الجنوب الى الشمال، من الجنوب الى الشمال. اعلاها قمم بركانيه كبيره جدا، يبقى تعلوها القمم البركانيه. كلمه قمه يا حبيبي يعني اعلى الجبل او اعلى الهضبه، قمه جبليه بركانيه. كمان يا مستر دي منبع دائم لنهر النيل. يبقى ركز معايا، انا كده عندي هضبتين. الله، ركز معايا عشان السؤال ده مهم جدا 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 جدا. كده انا عندي هضبتين، عندي هضبه اسمها هضبه الحبشه، وعندي هضبه اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه. الاثنين بينبع منهم روافد نهر النيل. طب ايه الفرق؟ الحبشه منبع موسمي صيفي بسبب الامطار اللي بتيجي في فصل الصيف، لكن البحيرات الاستوائيه منبع دائم لنهر النيل لان امطاره بتكون طول العام. قشطه كده؟ كلام جميل. يبقى انا كده عندي قاره اسمها قاره افريقيا عندها هضبتين، واحده اسمها هضبه الحبشه والثانيه اسمها البحيرات الاستوائيه. الاثنين يا مستر ليهم شبه واحد، ان الاثنين بينبع منهم روافد نهر النيل، لكن في اختلاف بين الاثنين. هضبة الحبشة منبع موسمي صيفي. ليه يا عم؟ تقول لي بسبب سقوط الامطار في فصل الصيف. لكن البحيرات الاستوائية منبع دائم. ليه يا عم؟ تقول لي بسبب سقوط الامطار طول العام. خلاص كده؟ في مشكله؟ اكتبها عندك عشان مهمه. يبقى الاثنين شبه بعض في ايه؟ ينبع منهم روافد نهر النيل، لكن بيختلفوا في ايه؟ دي منبع موسمي صيفي عشان المطر في الصيف، لكن دي منبع دائم لان عندها المطر بيكون طول العام. قشطه كده؟ كلام جميل. ايه تاني يا عم عن البحيرات دي؟ قال لك توجد فيها بحيرات عذبه زي بحيره فاكتوريا. يبقى هناك يا مستر عندها بحيرات زي بحيره اسمها بحيره فاكتوريا. ادي هنا كده حبيب قلبي هضبه البحيرات الاستوائيه، وجنبها على طول اهو بحيره اسمها بحيره ايه؟ فيكتوريا. قشطه كده؟ تمام. يبقى لما يسالك في الامتحان مين الهضبه اللي عندها بحيره فيكتوريا او بحيرات عذبه، تقول لي هضبه البحيرات الاستوائيه. عندي هضاب تاني، قال لك عندك هضبه رابعه، هضبه اسمها الحبشه، وعندك هضبه اسمها شمال افريقيا، وعندك هضبه اسمها البحيرات الاستوائيه، والرابعه اسمها الهضبه الجنوبيه. قشطه كده؟ يبقى انا كده افريقيا عندها 4 هضاب. مالها بقى الهضبه الجنوبيه دي؟ هي باينه من اسمها، اسمها الهضبه الجنوبيه. يبقى موجوده فين؟ في الجنوب. يبقى دي موجوده في جنوب القاره اللي هي قاره افريقيا. طب وصفها لي يا عم. قال لك دي بتنحدر بشده نحو السواحل الشرقيه. نحو السواحل اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الشرق. يبقى دي بتنحدر بشده نحو السواحل الشرقيه. فين؟ اهو. ادي كده يا مستر هضبه افريقيا، ادي شمال جنوب شرق غرب، هي بتنحدر هنا عند السواحل اللي موجوده في الشرق. قشطه كده؟ كلام جميل. قال لك يوجد في الجزء الشرقي منها حاجه اسمها الاخدود الافريقي العظيم. اسمه ايه؟ الاخدود الافريقي العظيم. يعني مستر كلمه اخدود يعني خدود؟ لا، اخدود يعني عباره عن انكساريين متوازيين تهبط الارض بينهما. يعني يا مستر انكسارين، انكسار وانكسار، والارض بتهبط في النص بينهم. ادي انكسار اهو وادي انكسار اهو،
كده في انكسارين اهم. الارض فين بقى يا مستر؟ هابطه في النص بين الاثنين. يبقى يعني كلمه اخدود يعني عباره عن انكساريين متوازيتين، الارض تهبط بينهما. قشطه كده؟ كلام جميل. طب ايه بقى الاخدود الافريقي العظيم ده؟ احنا اتفقنا اي اخدود يعني انكسارين متوازيين الارض بتهبط بينهما. فبيقول لك ان الاخدود الافريقي العظيم هو مجموعه انكسارات طويله تمتد من شرق افريقيا بشكل عام لحد الجنوب وكمان الشمال. يبقى بتمتد من الشرق لحد الجنوب والشمال، وزي ما قلت لك بتبقى عباره عن انكسارات. طيب مساحته قد ايه او طوله قد ايه؟ قال لك حوالي 5600 كيلومتر تقريبا، عشان كده كبير جدا، عشان كده سميناه العظيم. طبعا سميناه الاخدود الافريقي لانه في افريقيا، العظيم لان طوله ومساحته كبيره جدا. فبيقول لك انه يعد البحر الاحمر، عارف البحر الاحمر؟ وخليج عدن، عارفه؟ وخليج العقبه، الثلاثه دول هم جزء اصلا من الاخدود الافريقي العظيم، اللي هو بيبقى عباره عن انكساريين، بيبقى الارض هابطه في النص. قشطه كده؟ يعني دول من ضمن الاخدود الافريقي العظيم. كلام جميل. اديني كده اتكلمنا مستر عن الجبال واتكلمنا عن الهضاب، بس انت ما كلمتنيش عن الجبال كلها، انت كلمتني عن الجبال الالتوائيه وعن الجبال الانكساريه. انا عايز اعرف بقى ايه الجبال اللي موجوده في قاره افريقيا. قال لك قاره افريقيا يا مستر عندها جبال، في منها اتعمل بسبب حركات الباطنيه يا مستر اتعرضت منها القشره الارضيه، سواء بقى حركه التوائيه او حركه انكساريه زي ما اتفقت معاك. احنا عندنا جبال التوائيه زي اطلس، وعندنا جبال انكساريه زي البحر الاحمر. ماشي؟ فبقول لك ان في جبال في افريقيا بنسميها الجبال الالتوائيه، زي مين يا عم؟ زي جبال اطلس اللي اتكلمنا عليها من شويه، وزي جبال تانية اسمها جبال الكاب. اسمه ايه؟ الكاب. اسمه ايه؟ الكاب. عارفين انت العيال السوابق اللي بيبقى لابسين الكاب وجايبينه بالجنب كده، دول بتوع التكاتك دول، هو ده جبال اسمها جبال الكاب، ودي موجوده في الجنوب. يعني لو شفت خريطه افريقيا وشاور لك تحت وقال لك دي جبال نقط، تقول لي جبال الكاب، وكل الجبال والهضاب هنعرف مكانها على الخريطه في الاخر. طيب موقعها فين يا عم؟ قال لك تقع شمال غربي افريقيا. دي مين دي؟ جبال اطلس. يبقى انا عندي جبال الكاب في الجنوب، لكن اطلس موجوده في الشمال، يعني فوق، غرب يعني على ايدك الشمال شويه. ماشي؟ جبال اطلس دي يا مستر موجوده في كام دوله؟ قال لك دي بتمتد في 3 دول. كام دوله؟ 3 دول، المغرب، تونس، والجزائر. اسمهم ايه؟ المغرب، تونس، والجزائر. وممكن تجي لك في الامتحان بلفظ تاني، دول بنسميهم بلاد المغرب العربي. مين هم بلاد المغرب العربي؟ المغرب وتونس والجزائر، وبنسميهم دول شمال افريقيا لان هم موجودين فوق في افريقيا في الشمال. يبقى انا عندي جبلين، جبال اطلس ودي موجوده شمال غرب افريقيا، موجوده في شمال غرب افريقيا في كام دوله؟ 3، تونس، مغرب، الجزائر. وعندي جبال اسمها جبال الكاب ودي موجوده في الجنوب. ماشي؟ جبال اطلس دي يا مستر، انت بتقول لي جبال اطلس مش جبل اطلس، يعني دول كذا جبل. قال لك ايوه، دي موجوده يا مستر عندها جبال اطلس اسمها اطلس التل ودي موجوده في الشمال فوق، وفي جبال اسمها اطلس الصحراء ودي موجوده في الجنوب تحت. يبقى انا عندي يا مستر 2 جبال اطلس، واحده اسمها اطلس التل، واحده اسمها اطلس الصحراء. خلاص كده؟ التل في الشمال يعني فوق، الصحراء يعني تحت في الجنوب. خلاص كده؟ بينهم بين الشمال والجنوب هضبه اسمها هضبه الشطوط. تعالى بقى ركز معايا كده، بص معايا هنا، بص كده معايا هنا. مستر انت قلت لي في جبال اسمها جبال اطلس، اللي كام واحده؟ 2. اطلس التل في الشمال، ادي فعلا يا مستر هي في الشمال. استنى بس نرفع القلم شويه عشان نعرف نعلم وما تتوهش مني. بص كده معايا، ادي اطلس التل اهو في الشمال، وعندنا اطلس الصحراء فين؟ في الجنوب. ادي اطلس الصحراء ايه؟ في الجنوب. بص بينهم ايه؟ هضبه اسمها الشطوط. شايفها؟ يبقى كده فعلا انا مستر عندي جبال اسمها جبال اطلس، بيتقسموا لنوعين، اطلس التله ودي في الشمال اهي فوق اهي، واطلس الصحراء في الجنوب اهي تحت اهي، وبينهم هضبه اسمها ايه؟ الشطوط. قشطه كده؟ كلام جميل. يلا بينا نكمل. قال لك كمان في جبال او جبل في المغرب اسمه جبل طبقال. اسمه ايه؟ اسمه جبل طبقال. تعالى كده نشوف مكانه على الخريطه. بص كده جنب جبال اطلس هتلاقي جبل طبقال اهو، اللي فعلا موجود عند دوله اسمها دوله المغرب. قشطه كده؟ كلام جميل. يلا بينا. ادي كده الجبال الالتوائيه. طب تعالى نعرف الجبال الانكساريه. ما احنا اتفقنا الجبال يا اما جبال التوائيه يا اما جبال انكساريه. الجبال الانكساريه يا مستر زي مين؟ زي جبال البحر الاحمر اللي قلناها في اول الحصه. وزي مين تاني يا مستر؟ زي جبال اسمها جبال شايب البنات. اسمه ايه؟ شايب البنات. جبل اسمه ايه؟ شايب البنات. جبال البحر الاحمر ده فين يا مستر؟ في شرق افريقيا. يعني لو بصيت على خريطه افريقيا على ايدك اليمين هتلاقي جبال البحر الاحمر.
طب في كام دوله ده يا مستر؟ قال لك ده موجود في 3 دول على ساحل البحر الاحمر، اللي هم مين يا مستر؟ مصر والسودان واريتريا، كمان دوله اسمها اريتريا. يبقى جبال البحر الاحمر موجود في 3 دول اسمهم ايه؟ مصر والسودان واريتريا كمان. طب يا مستر في جبل تاني قلت لي اسمه جبل شايب البنات، ده موجود فين؟ قال لك ده موجود في مصر، وده اعلى قمه جبليه في السلسله، ده اعلى واحد فيهم يا مستر، وده برضه جزء من الاخدود الافريقي العظيم جبل شايب البنات ده. قشطه كده؟ كلام جميل. يبقى انا عرفت ان انا عندي جبال انكساريه زي جبل الكاب وجبل اطلس، وعرفت مثلا عندي جبال انكساريه زي جبال البحر الاحمر وجبل شايب البنات. طب عندي جبال بركانيه؟ دي جبال اتعملت بسبب البركان. زي مين يا مستر؟ زي جبلين، واحد اسمه كينيا والتاني اسمه كيليمنجارو. اسمهم ايه؟ كينيا وكيليمنجارو. اسمهم ايه؟ كينيا وكيليمنجارو، ودول موجودين في نص القاره، يعني في نص الخريطه كده هتلاقيهم، زي ما هوريك في الاخر خالص كل البيانات دي على الخريطه. وعندها تانية كمان جبال اسمها دراكنزبرج. اسمها ايه؟ دراكنزبرج، زود هنا حرف الكاف. اسمها ايه؟ دراكنزبرج. اسمها ايه؟ دراكنزبرج. دي موجوده فين يا مستر؟ في الجنوب، يعني تحت خالص. جبل كليمنجارو ده اعلى قمه جبليه في افريقيا، فلما يسالك في الامتحان مين اعلى قمه جبليه في افريقيا تقول لي جبل كليمنجارو. يجي يسالك سؤال في الامتحان، ما النتائج المترتبه؟ ركز معايا ركز معايا، انا مش عايزك تبقى سرحان وتقول ايه هو يا ترى مستر يوسف وهو بيشرح دلوقتي يا ترى لابس بنطلون ولا لابس شورت؟ لا يا عم، والمصحف لابس بنطلون اهو. بص انا هوريك عشان تهبط اهو. بص، والمصحف لابس بنطلون وكتاب الله لابس بنطلون. احنا بنلبس بناطيل في التصوير والله، ما بنصورش بشروطها. ركز معايا بالله عليك، ركز معايا، ما تركزش مع ان انا لابس بنطلون ولا لابس شورت. لابس بنطلون خلاص، ركز بقى معايا. لما يجي يسالك في الامتحان يقول لك ما النتائج، يعني ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل لما جبل كليمنجارو بقى اعلى قمه جبليه في افريقيا؟ تقول لي ادى ذلك الى تكوين الجليد فوق قمته. اي جبل في الدنيا بيكون شكله كده، الحته دي بنسميها قمه. وطبعا كل ما الجبل بيرتفع، كلما ارتفعنا 150 متر فوق البحر الحراره بتقل 1 درجه مئويه. فانت كل لما تعلى في الارتفاع الحراره بتقل بتقل بتقل، فطول ما انت في ارتفاع كبير الحراره بتقل كتير، فيبتدي الجو يسقع، فيبتدي يكون تلج. فطول ما هو عالي اهو، بسبب ان هو عالي اهو اتكون الجليد فوق قمته، رغم ان هو موجود في منطقه اسمها الاستوائيه الحاره. يعني هو اصلا موجود في حته حاره جدا، بس بسبب ان هو عالي فابتدى الجو عنده يبقى يلطف، فابتدى الجو عنده يكون تلج. قشطه كده؟ السؤال ده مهم. يبقى لما يجي يسالك في الامتحان يقول لك مين اعلى قمه جبليه في افريقيا تقول لي كليمنجارو. ايه نتيجه يا مستر انه اعلى قمه جبليه؟ تقول لي تكوين الجليد فوق قمته. اسمها ايه؟ تكوين الجليد فوق قمته، بقى فوق كده عند الجبل من فوق في تلج. ماشي. تعالى بقى نشوف الجبال والهضاب وكل الكلام ده تاني على الخريطه عشان نبقى فنشناه. بص كده يا صاحبي معايا وصلي على النبي، وبالله عليك بالله عليك بالله عليك ركز معايا، لانك انت لازم تحفظ اماكن الجبال والهضاب دي في الخريطه فين بالظبط. فبالله عليك ركز معايا قوي 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 قوي. ماشي كده؟ يلا بينا يا صاحبي. احنا مثلا كان عندنا جبال، صح؟ زي جبال اسمها ايه؟ زي جبال اسمها جبال اطلس. اسمهم ايه؟ اطلس. جبال اطلس ده مستر كانوا كام نوع؟ برافو عليك، كانوا نوعين، اطلس التل واطلس الصحراء. بص كده معايا هنا، هتلاقي هنا اطلس التل اهي. طب بص هنا معايا تحت، ادي اطلس الصحراء اهي. فلما مش هقول لك فوق يقول لك دي جبال نقط تقول لي اطلس، طب مش هقول لك تحت يبقى اسمها اطلس الصحراء، يبقى اللي فوق اطلس التل، لكن اللي تحت اسمها اطلس الصحراء. بينهم هضبه اسمها الشطوط، يبقى لو شاور لك هنا في الامتحان تقول لي دي هضبه اسمها الشطوط. جنبيهم على طول في المغرب جبال اسمها جبال طبقال. اسمها ايه؟ طبقال. اسمها ايه؟ طبقال. اسمها ايه؟ طبقال. ماشي، ادي كده يا مستر عرفت الجبال دي. طب كان عندنا جبال ايه تانية؟ هقول لك. كان عندك جبل اسمه شايب البنات. اسمه ايه؟ شايب البنات من كتر حلاوته. ده بص حبيب قلبي ناحيه البحر الاحمر اهو، ادي البحر الاحمر اللي بيبقى عامل كده، صح؟ جنبيه اهو ادي البحر الاحمر اهو، كل ده البحر الاحمر. جنبيه اهو جبل شايب البنات. اسمه ايه؟ جبل شايب البنات. كان عندنا جبل تاني اسمه جبال البحر الاحمر. هو اسمه جبل البحر الاحمر ليه؟ عشان عند البحر الاحمر، يبقى هتبص عند البحر الاحمر جنبيه على طول جبال اسمها جبال البحر الاحمر. كان عندنا جبل تاني اسمه جبل العوينات، ادي ده هنا كده اهو جبل العوينات. ماشي كده؟ كلام جميل. كان عندنا ايه كمان يا مستر؟ كان عندنا جبال اسمها جبال الكاب.
وقلت لي دي موجوده في الجنوب. ادي بص تحت في الجنوب اهو جبال اسمها الكاب، وكان في جبال اسمها دراكنزبرج فوقيها على طول، فوق جبال الكاب على طول جبال اسمها جبال دراكنزبرج. في مشكله؟ في مشكله؟ خلصت خلاص. طب الهضاب، كان عندنا هضبه اسمها الهضبه الجنوبيه، يعني موجوده في الجنوب. ادي فعلا في الجنوب اهو يا مستر الهضبه الجنوبيه. وكان عندنا مستر هضاب ثانيه اسمها هضبه ايه؟ الحبشه. هضبه الحبشه ادي هنا كده هضبه الحبشه، وفعلا هي موجوده في الشرق على ايدك اليمين. وكان عندنا هضبه اسمها البحيرات الاستوائيه اللي موجوده في النص، ادي فعلا في النص اهو هضبه البحيرات الاستوائيه. مستر كان في جبلين تانيين موجودين في الشرق على فكره انت ما قلتهمش، واحد اسمه كينيا وكليمنجارو، ادي فعلا مكانهم يا حبيب قلبي. ده هنا كده جبل كينيا وتحت هنا جبل كليمنجارو، وما تنساش ان كليمنجارو ده اعلى قمه جبليه في افريقيا. في مشكله كده؟ ادي كده الجبال والهضاب اللي موجوده في قاره افريقيا. خلاص كده. وفي هضبه يا مستر اسمها هضبه افريقيا الشماليه اللي موجوده فوق خالص، ادي هنا كده هضبه افريقيا الشماليه. فانت لو حفظت الجبل او الهضبه موجوده شمال ولا شرق ولا جنوب ولا غرب هتعرف تجيبها على الخريطه. لما اقول لك مستر يوسف موجود في الشمال، يعني ايه في الشمال؟ يعني هتلاقي مستر يوسف فوق. لما اقول لك مستر يوسف موجود في الجنوب، يعني ايه جنوب؟ يعني موجود تحت. لما اقول لك مستر يوسف موجود في الشرق، يعني موجود على اليمين. لما اقول لك مستر يوسف موجود في الغرب، يبقى موجود في الغرب على ايدك الشمال. فلما اقول لك ان انت عندك جبل اسمه جبال البحر الاحمر في الشرق، يعني يبقى هتبص على ايدك اليمين هتلاقيه. لما اقول لك ان في كينيا وكليمنجارو في الشرق، هتبص على ايدك اليمين هتلاقيهم. لما اقول لك ان في جبال اسمها جبال اطلس في الشمال، هتبص فوق هتلاقيهم. لما اقول لك ان في هضبه اسمها هضبه افريقيا الشماليه موجوده في الشمال، هتبص فوق هتلاقيها. لما اقول لك ان في جبل اسمه جبل الكاب في الجنوب، بص تحت هتلاقيه. لما اقول لك ان في جبال اسمها دراكنزبرج في الجنوب، ادي تحت هتلاقيها. فانت لو حفظت الحاجه هي شمال ولا جنوب ولا شرق ولا غرب هتعرف تجيب مكانها على الخريطه بكل سهوله. كلام جميل. يلا بينا، ادي كده خلصنا من الجبال والهضاب. يلا بينا تعالى نكمل الدرس مع بعض. بعد الجبال والهضاب عندنا بقى حاجه اسمها اهميه اقتصاديه لقاره افريقيا. هل افريقيا دي يا مستر مهمه اقتصاديا؟ قال لك طبعا. يعني بتدخل لنا فلوس؟ قال لك طبعا. فافريقيا يا مستر فيها انشطه اقتصاديه كتير بتدخل فلوس، زي السياحه وكمان التعدين والصناعه. ايه يا مستر السياحه؟ قال لك لان افريقيا عندها مناظر طبيعيه حلوه جدا، شكلها حلو جدا، بتخلي السياح يجوا من كل حته في العالم عشان يتفرجوا عليها. وطبعا لما السياح بيجوا بيدفعوا فلوس بالدولار وباليورو اللي هي العمله الصعبه، الدخل القومي، فبيدخل لك فلوس. يبقى افريقيا ليها اهميه اقتصاديه. تقول لي طبعا يا عسليه. يجي في الامتحان يقول لك دلل. يعني ايه دلل؟ يعني اثبت ان افريقيا ليها اهميه اقتصاديه. تقول لي حيث ان يوجد نشاط السياحه، يوجد نشاط السياحه. ليه يا عم؟ تقول لي نتميز افريقيا بالمناظر الطبيعيه الخلابه. مالها ايه؟ تتميز افريقيا بالمناظر الطبيعيه الخلابه التي تعد جذبه للسياح. ماشي. زي ايه يا مستر؟ زي المناطق الجبليه. السياح بقى مستر بيجوا يتفرجوا على الجبال دي، ويتفرجوا على جبل كليمنجارو اللي فوق عنده خالص كده، شكله عليه تلج وشكله حلو جدا. كمان يا مستر في تعدين وصناعه. في ايه؟ في تعدين وصناعه. في ايه؟ في تعدين وصناعه. ليه يا عم؟ قال لك لان افريقيا موجود فيها ثروات معدنيه، فيها معادن زي الحديد وزي الذهب وزي الفضه والنحاس. وكمان يا مستر في تعدين وفي حاجات بنصنعها زي الفوسفات، وكل الحاجات دي يا مستر بتدخل في الصناعه. الحديد والذهب والفضه والنحاس والفوسفات كل دول بنصنع بيهم. الحديد بنصنع بيه، والفضه بنصنع بيها، والذهب بنصنع بيه، والفوسفات بنصنع بيه. فكل دي حاجات بنصنع بيها ونبتدي نبيعها فتدخل لنا فلوس، وكلمه فلوس يعني اقتصاد. يبقى كده فعلا يا مستر افريقيا ليها اهميه اقتصاديه. افريقيا مالها؟ ليها اهميه اقتصاديه عشان كام حاجه؟ حاجتين، سياحه وتعدين صناعه. اسمهم ايه؟ سياحه، تعدين وصناعه. السياحه لان يوجد فيها مناظر طبيعيه خلابه جذب للسياح، زي مين؟ الجبال. طب التعدين والصناعه؟ تقول لي عشان موجود معادن كتير، حديد ذهب فضه ومعاهم الفوسفات. ايه؟ حديد ذهب فضه ومعاهم الفوسفات، ودول بيدخلوا في الصناعات كتير. كلام جميل. يلا بينا نكمل. تعال نشوف السهول. احنا كده اخدنا الجبال واخدنا الهضاب، تعال نشوف السهول. انت يا مستر في اول الحصه اتفقت معايا ان السهول نوعين، يا اما سهول فيضيه يا اما سهول ساحليه، يا اما سهول فيضيه يا اما سهول ساحليه. فيضيه يعني موجوده عندي الانهار وبتكون خصبه صالحه للزراعه. ساحليه يعني موجوده عند البحار والمحيطات يا مستر. طب السهول الفيضيه؟ قال لك افريقيا عندها سهول فيضيه كتير لان عندها انهار كتير. فعندها نهر اسمه النيل،
ونهر اسمه النيجر، ونهر اسمه الكونغو. كم نهر؟ 3 انهار، النيل والنيجر والكونغو اسمهم ايه؟ نيل والنيجر والكونغو اسمهم ايه؟ نيل والنيجر والكونغو. كلام جميل. قال لك تلك الانهار ساعدت على تكوين السهول الفيضيه. ليه يا عم؟ ليه ساعدت على تكوين السهول الفيضيه؟ ما انا قلت لك بقى، لان الانهار هي اللي بتعمل السهول الفيضيه. سهل فيضي يعني عند الانهار، ماشي. وطالما سهل فيضي يعني عند الانهار يبقى هيستخدم للزراعه. فانا عندي سهول فيضيه زي سهول وادي النيل، اسمها ايه؟ وادي النيل. اسمها ايه؟ وادي النيل. ودي موجوده في مصر والسودان، اسمها ايه؟ وادي النيل في مصر والسودان، وخصبه صالحه للزراعه. يجي يسالك سؤال، ليه سهول وادي النيل خصبه صالحه للزراعه؟ بما تفسر سهول وادي النيل خصبه صالحه للزراعه؟ تقول لي عشان تكونت من الطمي اللي هي الطينه اللي جاي من نهر النيل. يا مستر اللي كان بيجي من هضبتين الحبشه والبحيرات الاستوائيه فعلا. فسهول وادي النيل دي يا مستر خصبه صالحه للزراعه يا مستر لانها بتيجي عن طريق الطمي اللي جاي من هضبه الحبشه. السؤال ده مهم جدا. بما تفسر يعني ليه؟ ليه سهول وادي النيل خصبه؟ تقول لي لانها تاتي عن طريق الطمي القادم من هضبه الحبشه او المنقول من هضبه الحبشه. خلاص كده؟ زي ما انت شايف اهو في الصوره، سهل فيضي وادي زرعين اهم والدنيا جميله. كلام جميل. يلا بينا. تعال نشوف ايه يا مستر؟ الانهار. احنا عندنا حبيبي نهر اسمه نهر النيل، ادي ده كده مكانه نهر النيل. وعندنا نهر اسمه نهر النيجر، ادي كده مكان نهر النيجر. وعندنا نهر اسمه نهر الكونغو، ادي تحت خالص اهو. يبقى النيل والنيجر والكونغو. وعلى فكره في نهر رابع موجود هنا خالص اسمه نهر السنغال، بس مش مهم تعرف مكانه على الخريطه، المهم تعرف لي النيل والنيجر والكونغو. قشطه كده؟ ماشي. يلا بينا. هل عندنا سهول ساحليه؟ يعني عند البحار والمحيطات، تمام. هل السهول الساحليه بتكون قد بعض؟ لا. ليه مش قد بعض؟ تعالى افهمك. بص كده معايا. لو انت رحت شرم الشيخ او دهب او الغردقه او الحتت دي قبل كده هتفهم اللي انا بقوله. بص كده يا صاحبي معايا. انت مستر قلت لي ان سهل ساحلي يعني عند البحر. ماشي. نقول كده اللي بالازرق ده اهو. بص 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 بص. اللي بالازرق ده ايه؟ ده البحر يا مستر اهو. ادي كده ده مكان البحار. ماشي كده؟ ونقول مثلا ان اللي بالاحمر ده هنا كده، او استنى نلونها بلون ايه؟ لون اصفر. ماشي، عشان يبقى لايق حتى مع الجبل. بص كده معايا. ونقول ان اللون الاصفر ده كده الجبل. ماشي كده؟ ده كده حبيب قلبي اللي في النص بينهم ده اسمه السهل الساحلي. بص يا مستر المسافه اللي بين الجبل وبين البحر بعيده، صح كده؟ يبقى السهل الساحلي ده متسع. ليه يا عم؟ لان الجبل بعيد عن البحر. ماشي، فهمتها انا دي. طب ماشي مستر. نعم مستر عايز اسالك سؤال. اسال يا عم اسال. مستر هو انا لو الجبل كان هنا يا مستر كان ايه اللي حصل؟ بص يا حبيبي، لو الجبل كان هنا هيبقى كده قريب من البحر لازق فيه، فكده السهل الساحلي بص بقى قد ايه؟ بقى الحته دي بس، فكده السهل الساحلي بقى ضيق. يبقى انا كده يا مستر فهمت ان السهل الساحلي بيكون مختلف في الاتساع، مش كلهم بيكونوا قد بعض. بيختلف ليه؟ على حسب قرب او بعد الجبال. لو الجبل قريب من البحر ولازق فيه يبقى السهل الساحلي ضيق. لو الجبل بعيد عن البحر يبقى السهل الساحلي متسع. اتفقنا. تعالى بقى نشوف السؤال. بيقول لحضرتك ايه؟ ان السهول الساحليه مالها يا مستر؟ بتختلف في الاتساع. ليه؟ بما تفسر ليه بتختلف السهول الساحليه في الاتساع؟ ما احنا اتفقنا على حسب اقتراب او ابتعاد الجبال اهو. يبقى بسبب اقتراب او ابتعاد المرتفعات من الساحل. المرتفعات زي الجبل والهضاب. لو الجبل او الهضبه قريبه قوي من الساحل يبقى ده كده الساحل بقى ضيق. لكن لو الجبل او الهضبه بعيده عن الساحل يبقى كده الساحل بقى ماله؟ بقى متسع. خلاص كده؟ ماشي. السهول اللي عندنا زي ايه؟ قال لك زي سهل اسمه البحر المتوسط. اسمه ايه؟ البحر المتوسط. وانت عارف البحر المتوسط موجود في الشمال يعني فوق. ماشي. مميزاته ايه؟ قال لك متسع في شمال مصر لان هناك مفيش جبال، وطالما متسع يبقى مفيش جبال. او ليه متسع؟ عشان مفيش جبال. لكن ضيق في بلاد المغرب. ايه ده يا مستر؟ يبقى ساحل البحر المتوسط متسع في مصر ليه؟ عشان مفيش جبال. طب ضيق فين؟ في المغرب عشان في جبال. يبقى لما يقول لك ليه ساحل البحر المتوسط ضيق في المغرب، بما تفسر السؤال ده مهم. ليه يا مستر ضيق في المغرب؟ تقول لي بسبب اقتراب جبال اطلس من الساحل.
خلاص اتفقنا. الساحل اهو جنبه جبل يبقى الساحل ضيق، ما جنبوش جبل يبقى الساحل متسع. فساحل البحر المتوسط متسع في الشمال عند مصر، ليه؟ عشان مفيش جبال هناك. لكن ضيق في دولة المغرب، ليه؟ عشان جبال أطلس لازقة في الساحل وقريبة فيه. ماشي. كمان يا مستر الساحل هناك ماله؟ قال لك موجود فيه نباتات طبيعية، ساحل البحر المتوسط، وكمان محاصيل زراعية. ايه وايه؟ محاصيل زراعية، نباتات طبيعية. طب هناك يا مستر بيزرعوها بايه المحاصيل دي؟ قال لك بتعتمد على الامطار الشتويه، يعني بيزرعوها عن طريق المطر اللي بينزل في الشتاء. قشطه كده؟ يبقى انا عندي سهل ساحلي، عندي سهل ساحلي يعني عند البحر اسمه سهول البحر المتوسط. فين مكانها؟ في الشمال. ضيقه فين؟ عند المغرب. ليه؟ عشان جبال اطلس لازقه فيها. بيعملوا ايه هناك؟ قال لك في نباتات طبيعيه ومحاصيل زراعيه، بيزرعوها بايه؟ بالامطار الشتويه. خلصت. ماشي. عندنا سهول تانية اسمها سهول البحر الأحمر، دي موجودة فين؟ في الشرق. يعني ايه شرق يا مستر؟ يعني على اليمين، يعني هفتح الخريطة هبص على اليمين هلاقي البحر الأحمر. تمام. قال لك اتفقنا إن سهول البحر الأحمر اللي هي عندها جبال اسمها جبال البحر الأحمر، واتفقت معاك إنها كانت موجودة في 3 دول اسمهم إيه؟ مصر والسودان وإريتريا كمان، صح؟ ماشي. مميزاتها إيه؟ قال لك ساحل البحر الأحمر ضيق. هسألك سؤال، ليه ساحل البحر الاحمر ضيق؟ ليه ساحل البحر الاحمر ضيق؟ انا اتفقت معاك. اي سهل ساحلي ضيق ليه؟ اي سهل ساحلي ضيق ليه؟ عشان الجبل قريب منه. يبقى طالما الساحل ضيق يبقى الجبل قريب منه، الساحل متسع يبقى الجبل بعيد عنه. فبيقول لك ان ساحل البحر الاحمر ضيق. ليه؟ يبقى يا مستر عشان اقتراب الجبال. فلما يقول لك بما تفسر يعني ليه سهول البحر الاحمر ضيقه، تقول لي ضيقه بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر من الساحل. جبال البحر الاحمر لازقه في الساحل، وطالما لازقه فيها يبقى الساحل ضيق. يبقى اي سهل في الدنيا ليه سهل ام السيد ضيق؟ تقول لي بسبب اقتراب الجبال من سهل ام السيد. حتى انت لو رحت بقى شرم الشيخ او الغردقه او دهب هتلاقي فعلا ان البحر لازق فيه الجبال بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر. يبقى سهول البحر الاحمر سهول ضيقه ليه؟ بسبب اقتراب جبال البحر الاحمر منها. وهناك يا مستر سهول البحر الاحمر دي غنيه بالثروات المعدنيه والطاقه. غنيه بايه؟ بالثروات المعدنيه والطاقه. ركز بقى معايا. انا كده عندي نوعين من السهول، واحده اسمها سهول ساحليه. السهول الساحليه دي يا مستر كانوا كام نوع؟ كانوا 2. واحده اسمها سهول البحر المتوسط، وواحده اسمها سهول البحر الاحمر. لو جه بقى في الامتحان سأل حضرتك ما اوجه الشبه والاختلاف بين سهول البحر الاحمر وسهول البحر المتوسط؟ يا مستر الشبه ان الاثنين سهول ساحليه. طب ايه الاختلاف؟ سهول البحر المتوسط تستخدم في الزراعه بس. طب سهول البحر الاحمر تستخدم في استخراج المعادن ومصادر الطاقه. السؤال ده حبيب قلبي مهم جدا 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 جدا. فلما يجيب لك في الامتحان يقول لك ما اوجه الشبه والاختلاف بين سهول البحر المتوسط والاحمر، تقول لي ان الاثنين الشبه ان الاثنين سهول ساحليه، ده الشبه. لكن الاختلاف دي تستخدم في الزراعه، لكن دي تستخدم في المعادن ومصادر الطاقه. قشطه كده؟ اكتبها عندك عشان مهمه. وقف الفيديو واكتبها عندك. تمام. عندنا سهول تانية يا مستر اسمها سهول المحيط الهندي، يعني موجوده عند المحيط الهندي، يعني موجوده في الشرق. تمام. هل دي مساحتها واحده؟ قال لك لا، بتختلف. ليه يا عم؟ ليه؟ اكيد عشان هي في اماكن الجبال قريبه منها وفي اماكن تانية الجبال بعيده عنها. فبيقول لك تتميز باختلاف الاتساع. ليه؟ يقول لي عشان في تنزانيا، دوله اسمها تنزانيا، تتميز السهول بالاتساع، يبقى اكيد هناك مفيش جبل قريب منها. لكن في كينيا عباره عن شريط ضيق. ليه يا عم؟ عشان هناك في جبال وضباب لازقه فيها زي هضبه البحيرات الاستوائيه. يبقى انا عندي سواحل المحيط الهندي، سواحل المحيط الهندي مساحتها ايه يا مستر؟ ضيقه ولا واسعه؟ قال لك مختلفه، ضيقه في اماكن ومتسعه في اماكن. متسعه فين؟ في تنزانيا. لكن ضيقه فين؟ في كينيا. يبقى واسعه فين؟ تنزانيا. ضيقه فين؟ في كينيا. متسعه فين؟ تنزانيا. ضيقه فين؟ في كينيا. ليه ضيقه في كينيا؟ عشان هناك في هضبه اسمها هضبه البحيرات الاستوائيه. عندنا سهول تانية اسمها سهول المحيط الاطلنطي،
موجوده فين؟ ما هو المحيط الاطلنطي في الغرب، يبقى موجود في الغرب. متسعه ولا لا؟ قال لك تتميز بانها سهول واسعه. ليه واسعه؟ عشان ما فيش حاجه لازقه فيها، وكمان غنيه بالحقول الزراعيه. يبقى هناك يا مستر عندها حقول وبيستخدموا الزراعه. في مشكله؟ تمام. عندنا حاجه اسمها الاقتصاد الازرق ومستقبل قاره افريقيا. بيقول لحضرتك ان تطل قاره افريقيا على بحار ومحيطات زي اللي احنا قلناهم، وتحتوي على العديد من الثروات الطبيعيه، وتحرص الدول اللي موجوده في افريقيا ان هي تستثمر الكلام ده كله بشكل مستدام، يعني بشكل على طول، يفضل على طول الحاجات دي متوفره لينا وللاجيال اللي بعدنا. وكده هيحقق حاجه اسمها الاقتصاد الازرق. ايه يا مستر الاقتصاد الازرق ده؟ التعريف ده مهم. كلمه الاقتصاد الازرق يعني استثمار الموارد المائيه، عشان كده سميناه اقتصاد ازرق، لان الميه بيكون لونها ازرق. او طبعا الميه ما لهاش لون، المفروض ان الميه لونها ابيض شفاف، لكن احنا عشان الميه البحر بيكون باينه ان هي ازرق فبنسميها ميه زرقاء او اقتصاد ازرق. فبقول لك معناها استثمار الموارد المائيه بشكل مستدام لتحقيق التنميه المستدامه. كلمه يا مستر استثمار الموارد سواء مائيه او غير مائيه، استثمار شيء بتنميه مستدامه، يعني احنا نستخدمه ونحافظ عليه عشان يستدام، يعني يفضل موجود للناس اللي بعدنا والاجيال اللي بعدنا، ونقضي على الفقر ونحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء. كلمة اكتفاء ذاتي من الغذاء يعني انت كدولة مكتفي ذاتيا بغذائك، يعني عندك اكل يكفيك، مش هتضطر تشتري اكل من دولة تانية. كمان نحافظ على نظام البيئة. ده معنى تعريف الاقتصاد الازرق، لازم تحفظه. يعني اقتصاد ازرق تقول لي استثمار الموارد المائية بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. قول ورايا، استثمار الموارد المائية بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة. قول ورايا، استثمار الموارد المائية بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، ونقضي على الفقر ونحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ونحافظ على النظام البيئي. ماشي. اخر حاجه بيقول لك ان افريقيا عندها جزر. ما المقصود بالجزر؟ قال لك هي مساحه من اليابس. يابس يعني ارض، عباره عن ارض وحواليها ميه من كل الجهات. يبقى مكان وحواليه ميه من كل حته، دي كده اسمها جزيره. زي جزيره اسمها جزيره مدغشقر، ودي اكبر جزر القاره وموجوده عند المحيط الهندي. ادي كده المحيط الهندي اهو، وهنا كده جزيره اسمها جزيره مدغشقر. خلاص كده. وفي جزر ثانيه يا مستر اسمها جزر القمر. خلاص كده كلام جميل. جزيره مدغشقر دي يا مستر موجوده عند الساحل الشرقي، اللي بيفصل بينها وبين الساحل الشرقي ده كده الساحل الشرقي. ده كده الساحل الشرقي، ودي كده جزيره مدغشقر. بص اللي بيفصل بينهم مضيق اسمه مضيق موزمبيق. يبقى جزيره مدغشقر اللي بيفصلها عن الساحل الشرقي لافريقيا، اللي بيفصلها مضيق اسمه مضيق موزمبيق. قشطه كده. كده خلص الدرس. تعالى مع بعض سريعا سريعا نراجع بقى الخريطه، نشوف بقى الجبال والهضاب وكل الكلام ده مع بعضه، لان حضرتك لازم تبقى عارف اماكن الجبال والهضاب وكل اللي احنا قلنا ده فين على الخريطه. تعالى بقى ركز معايا. سمي الله وصلي على رسول الله. ونبدا كده الاول بالجبال. احنا كان عندنا جبال يا حبيب قلبي اسمها جبال اطلس، وجبال اطلس كانوا نوعين، واحده اسمها اطلس التل ادي مكانها اهو، وجبال اطلس اسمها اطلس الصحراء ادي مكانها اهو. اللي كان بينهم هضبه اسمها الشطوط، ادي كده هنا هضبه اسمها هضبه الشطوط. وكان في جبال في المغرب اسمها طبقال، ادي هنا كده جبال اسمها جبال طبقال. ماشي ماشي. طيب كان عندنا جبال ايه تاني يا مستر؟ كان عندي جبل اسمه جبال البحر الاحمر. كلمه جبال البحر الاحمر يعني موجوده عند البحر الاحمر. ادي ده كده اهو البحر الاحمر، صح صح، ده مكان البحر الاحمر. ماشي. جنبيه على طول جبال البحر الاحمر. يبقى لما يشاور لك عند البحر الاحمر ويقول لك دي جبال نقط، تقول لي دي جبال البحر الاحمر. فيها اي مشكله؟ كلام جميل. كان عندي جبل تاني فوق كده عند الصبعين اللي هم خليج العقبه والسويس، اللي هم دول اللي عند البحر الاحمر دول، جبل اسمه شايب البنات. ادي هنا كده ده كان جبل شايب البنات. شفتوا كلام جميل. كان عندي جبل اسمه جبل العوينات، هنا كده جبل اسمه جبل العوينات. كان عندنا في افريقيا جبلين موجودين في الشرق، كينيا وكليمنجارو. ادي هنا كده كينيا، تحت هنا كده على طول كليمنجارو اللي موجود ده اعلى قمه في افريقيا. كليمنجارو اللي بيتغطى بالثليج او بالثلج. ماشي. كان عندنا ايه كمان يا مستر؟ كان عندنا في الجنوب جبلين، جبال اسمها دراكنزبرج ادي مكانها اهو، وجبال اسمها الكاب ادي تحت اهي. ماشي ماشي. كان عندنا يا مستر هضبه اسمها شمال افريقيا. كلمه شمال يعني فوق، هتبص كده فوق ادي فعلا اهي يا مستر هضبه شمال افريقيا. وكان عندي هضبه اسمها هضبه الحبشه موجوده في الشرق، شرق يعني ايدك اليمين، ادي على ايدك اليمين اهو فعلا هضبه اسمها هضبه الحبشه.
وعندك هضبه اسمها البحيرات الاستوائيه كانت موجوده في النص، ادي فعلا في نص الخريطه اهو هضبه البحيرات الاستوائيه. وكان عندك هضبه اسمها الهضبه الجنوبيه، يعني ايه جنوبيه؟ يعني تحت، ادي بص تحت اهو، ادي فعلا الهضبه الجنوبيه اهو. خلصنا كده؟ ماشي. في اي مشكله؟ في اي مشكله؟ كلام جميل. كان عندي حاجه اسمها ساحل البحر المتوسط، ادي هنا كده البحر المتوسط. طب ساحل البحر الاحمر معروف اللي هو اللي بالشكل ده يا مستر اهو، ده كده اسمه ساحل البحر الاحمر. طيب كان يا مستر افريقيا كان عندها جزر زي جزيره مدغشقر، ادي هنا كده حبيب قلبي جزيره مدغشقر. وكان عندها جزر اسمها القمر اهي فوقيها على طول. مستر طب جزيره مدغشقر كان ايه اللي بيفصلها على الساحل الشرقي؟ ادي ده كده حبيب قلبي ده اسمه الساحل الشرقي. اللي بيفصل جزيره مدغشقر عن الساحل الشرقي مضيق اسمه موزمبيق، ادي هنا مكان مضيق موزمبيق. في مشكله؟ كلام جميل. كان عندنا انهار يا مستر في افريقيا اللي بنسميها سهول فيضيه، كانوا 3 النيل والنيجر والكونغو. النيل ادي مكان نهر النيل اهو، النيجر ادي مكان نهر النيجر اهو، والكونغو ادي تحت موجود اهو. خلاص كده؟ ماشي. في مشكله حبيب قلبي؟ كلام. كان عندنا مستر منخفض اسمه منخفض القطاره، ادي هنا كده حبيب قلبي فوق جبل شايب البنات منخفض القطاره. كان عندنا واحتين، واحده اسمها سيوه في مصر، واحده اسمها الجوف في ليبيا، ادي سيوه اهي جنب القطاره، وادي الجوف اهي جنب سيوه على طول، وتحت هضبه شمال افريقيا على طول. في مشكله؟ كلام جميل. ده اللي انت هتحفظ مكانه على الخريطه. لكن في حاجات مكتوبه على الخريطه مش عليك حفظ، زي مرتفعات تبستي دي مش تحفظ مكانها، زي مثلا ايه كمان؟ زي نهر السنغال، ماشي اعرف مكانه، ادي نهر السنغال اهو، مع انه ما اتذكرش عندك في الدرس مش مهم تعرفه قوي. زي مثلا صحراء كالهاري مش لازم تعرف مكانها، زي نهر اورنج ولامبوبو مش لازم تعرف مكانهم، زي نهر الزنبيزي مش هتعرف مكانه، لان دي حاجات ما اتذكرتش عندك في الدرس. اللي انا علمت عليه بس ده هو ده اللي انت هتحفظه. في مشكله؟ طبعا حضرتك هيكون عليك واجب للدرس ده، حضرتك هتحله وبعدين تبعته على المنصه علشان يتصحح لك. زي ما انت عارف تلقائي بيظهر لك الصح بتاعك والغلط بتاعك، والغلط ايه الصح بتاعه، عشان تبقى عارف انت حليت الواجب صح ولا غلط. والدرس ده طبعا زي ما انت عارف ان احنا كل درس بنشرحه بيكون عليه واجب وعليه امتحان، ده طبعا طلبه المنصه. لو انت مش مشترك معانا على المنصه هسيب لك رقم الواتساب في الكومنتات، وهسيب لك لينك فيديو يعرفك ازاي تشترك معانا على المنصه. اشوفكم على خير، السلام عليكم.